النهاردة أنا هتكلم معاك عن النضارة اللي أنت شايفها دي. عادية مش كده؟ الحقيقة مش عادية خالص، وده لأن النضارات دي هي الري بان ميتا سمارت جلاسز، وده الجيل التاني من النضارات الذكية اللي بتتعمل بالتعاون ما بين شركة ميتا وري بان العالمية في صناعة النضارات، عشان تبان لك إن هي نضارة عادية جدا، لكن في الحقيقة النضارة دي فيها كاميرا ومايكات وسماعات بتطور كبير جدا كمان عن اللي كان حاصل في الجيل اللي فات. فلو انت مهتم باختراع ذكي جدا زي ده كده وعايز تعرف تفاصيل اكتر عنه، تابع معايا الفيديو ده للاخر وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد، وزي ما قلت لك هنتكلم مع بعض النهارده عن الري بان ميتا سمارت جلاسز، وهم سموها كده بدل ري بان ستوريز اللي كانت موجوده في الجيل اللي فات اللي عملنا عنه فيديو كامل السنه اللي فاتت. هتلاقي الفيديو يطلع لك في الاي اللي فوق لو عايز تعرف عن النضاره القديمه دي شويه، مع ان انا بيتهيألي انك خليك هنا واتفرج اكتر على الجديد، لان بالرغم من ان النضارتين شكلهم ما اختلفش كتير قوي من بره، طبعا دي القديمه اتبهدلت واتخربشت كده زي ما انت شايف، الا ان الفرق جوه ما بين النضارتين كبر جدا والامكانيات اختلفت بشكل كبير قوي. لكن كالعاده قبل ما نخش في التفاصيل بتاعه النضارات الجديده من ميتا وري بان، تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش لغايه دلوقتي، وتدوس على زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو اول ما بينزل على طول. الري بان ميتا سمارت جلاسز الجديده بتيجي في العلبه الكلاسيكيه الشيك دي، اللي بصراحه عاجبني شكلها جدا، خاصه لو قارنته بعلبه الجيل اللي فات. زي ما انت شايف دي شكلها كده يعني مش ريبان قوي ومش ستايلش كده وكلاسيكي زي ده تحس ان هي حقيقيه كده اكتر بكتير، وبتتشحن من تحت هنا عن طريق مدخل يو اس بي تايب سي، وعندك زرار صغير هنا جنب مدخل الشحن عشان لو عايز تعيد البيرنج او تربطها بموبايل تاني. وشايف الدايره اللي تحت كلمه ري بان دي؟ الحقيقه ان الدايره دي عباره عن لمبه ال اي دي بتنور برتقاني كده طالما النضاره بتتشحن جوه، وبتنور اخضر لو النضاره اتشحنت على الاخر. وانا شايف ان ده مكان استراتيجي جدا لان هم يحطوا اللمبه كده في العلبه من غير ما تبان ان هي حاجه غريب. بص الجمال، حاجه يعني بصراحه في منتهى الشياكه والرواش. وهتفتح العلبه وهتلاقي النضاره ظهرت جوه عندك هنا، طبعا الجزء اللي هنا ده كله كان معمول من القطيفه عشان يعني يكملوا الشياكه، وهتلاقي محفور هنا ري بان ميتا برضو بشكل شيك قوي. واول ما هتطلع النضاره هتلاقي ان في جزء هنا الاسود ده هو ده اللي بيشحن النضاره عن طريق الاجزاء اللي في النضاره اللي هي عند حته المناخير دي، وده برضو بيختلف عن الجيل اللي فات اللي كان بيستخدم الجزء ده كده في دراع النضاره، بحيث ان انت لما تحط النضاره كده تتشحن. الموضوع ده اختلف كده شويه ما بين الجيل القديم والجيل الجديد. والمهم انت لو عايز تشوف بقى تجربه فتح الصندوق والانبوكسنج كامله، هتلاقي كان في فيديو قصير كده نزل على المنصات المختلفه في بقى كل تفاصيل الانبوكسنج في سيت اب كلاسيكي كده في ايطاليا. انصحك ان انت تروح تتفرج عليه كده وتحط سماعات وتعلي الصوت علشان تستمتع. واول ما هتشوف النضاره دي على وش حد كده، اول حاجه هتلفت نظرك او مش هتلفت نظرك ان هي نضاره شكلها عادي جدا، ودي اكتر حاجه بتميزها بصراحه. ري بان الحقيقه عامله شغل عالي قوي في ان هم يحافظوا على الشكل الكلاسيكي الشيك للنضاره من غير ما تحس ان انت لابس حاجه تكنولوجيه فظيعه في وشك. ودي بصراحه من اكتر الحاجات اللي عجباني في النضاره دي، انها مش بتزعق في وش اي حد يشوفها كده. خلي بالك ده انا لابس يعني اختراع تكنولوجي رهيب، مع ان هو اختراع تكنولوجي رهيب فعلا، خاصه مع التطورات اللي حصلت في الجيل الجديد. النضاره دي بيجي منها الوان كتير ومقاسات كتير، يعني المقاس اللي معايا ده هو الريجولر، ودي واحده تانية المقاس الاكبر شويه، بس يعني مش عارف هتحس بفرق ولا لا كده، قول لي رايك. يعني دي كده المقاس الكبير بنفس اللون حتى بتاع الري بان ستوريز القديمه بتاعتي، وده المقاس التاني العادي اللي هو الاسود المات مع العدسات المتدرجه باللون الرمادي الغامق، ودي برضو عدسات بولارايزد عشان في انواع كمان مختلفه من العدسات، يا اما العاديه خالص الشمس، يا اما البولارايزد اللي زي دي اللي هي بتلغي بقى الانعكاسات واحسن لعينيك وكده. هي بس بتبقى غريبه شويه لو بتبص على شاشه موبايل او شاشه كمبيوتر، ممكن تلاقيها طافت في اوقات كده او مظلمه او لونها قلب على موف شويه، لكن غير كده هي كلها ميزات برضو. او شفافه خالص او نظر لو انت عايز، او بتقلب من فاتح لغامق في الشمس زي الفوتو جراي والفوتو براون. ويعني في اشكال والوان كتير جدا من النضاره دي سواء النضاره او العدسه بتاعتها. ولو جينا نبص على التصميم بتاع النضاره نفسها، زي ما قلت لك دي باللون المات الاسود المط اللي مش بيلمع كده، الحقيقه شيك جدا وحلوه جدا. هي مصنوعه طبعا من البلاستيك لكن عالي الجوده جدا. ولو بصيت في الناحيه هنا هتلاقي العدسه بتاعه الكاميرا اللي اتطورت جدا عن الجيل اللي فات، والناحيه الثانيه هنا دي لمبه هي اللي بتنور لما بتكون بتصور، وده برضو تغيير بسيط عن الجيل اللي قبله. وفي الدراع نفسه هتلاقي فيه مجموعه من السماعات
اللي موجوده فوق الدراع وتحت الدراع كمان من هنا، وفي مجموعه من المايكات، بقى في 5 مايكات كمان بدل مايك واحد، بما فيهم مايكات عند الجزء اللي عند مناخيرك ده كده علشان يلقط يعني الصوت باكتر شكل كويس. وعندك زرار هنا فوق الدراع اليمين علشان ده اللي بتاخد بيه الصور والفيديوهات بالكاميرا. ومن جوه هتلاقي هنا الجزء ده معدن عليه اللوجو بتاع ميتا، والناحيه الثانيه برده معدن لكن في الزرار او السويتش اللي بتشغل منه النضاره. وهنا الناحيه دي هتلاقي في لمبه نوتيفيكيشن كده بتنور ليك انت عشان وانت لابس النضاره تكون لامعها كده بطرف عينك على اليمين، لما بتصور فيديو او صوره او اي حاجه بتحصل بالنضاره على طول اللمبه اللي هنا دي بتلمعها كده عشان تعرف ان في حاجه بتحصل. وبعد ما لفينا لفه كده في الديزاين والتصميم بتاع النضاره نفسها، تعال احكي لك كده عن المميزات الاساسيه اللي فيها بقى وبتقدر تعمل ايه. مبدئيا البطاريه اللي في النضاره دي عمرها يعتبر كويس معقول، يعني ممكن تقعد معاك لغايه 3 ساعات كده استخدام متواصل خلال اليوم، ما بين سماع موسيقى بقى وعمل مكالمات وتصوير بالكاميرا. ولما البطاريه اللي في النضاره نفسها تخلص تقوم حاططها في الجراب وتاخد لغايه 8 شحنات اضافيه بالجراب اللي معاك ده، بعد كده تشحن الجراب بمدخل USB-C لما البطاريه الداخليه اللي فيه تخلص. اما بالنسبه للميكروفونات زي ما قلت لك اتطورت جدا عن الجيل اللي فات، فعندك 5 ميكروفونات دلوقتي بدل واحد، مايكين في الدراعات من تحت كده، ومايكين موجودين عند الجزء بتاع المناخير، ومايك موجود جوه الفتحه بتاعه حرف الار في كلمه ريبان اللي على الدراع الشمال. ال5 مايكات دول كمان بيشتغلوا لما بتيجي تصور فيديو في ان هم بيعملوا زي سبيشال اوديو كده، بحيث لما تتفرج على الفيديو تاني تبقى سامع الصوت كان جاي من شمال البني ادم اللي بيصور ولا يمينه ولا قدامه ولا ايه، ودي حاجه لطيفه جدا. على سبيل المقارنه مثلا اللي انت سامعه دلوقتي ده تسجيل من المايكات بتاعه الايربودز برو الجيل الثاني بتاعه ابل، اللي هي تعتبر يعني واحده من افضل السماعات اللي موجوده والمايكات بتاعتها كويسه جدا. اما اللي انت سامعه دلوقتي ده فده تسجيل من المايكات اللي موجوده في النضاره الري بان ميتا سمارت جلاسز الجديده، وانا افتكر المايكات بتاعت النضاره دي احسن بكتير من اللي انت ممكن تبقى متخيله في انها تكون مايكات موجوده في نضاره تعمل بيها مكالمات بقى او عايز تبعت فويس نوت لحد او حاجه. انا شايف المايكات اللي هنا كويسه جدا الحقيقه. السماعات كمان اللي موجوده في النضاره دي اتحسنت جدا عن قبل كده، دلوقتي بقت صوتها اعلى وفيها بيس اكتر. هو طبعا بيس مش قد كده لو بتقارنه بالسماعات التانية يعني، لكن اتحسن شويه. والميزه الاهم ان هي بقت سماعات دايركشنال او موجهه بشكل احسن، يعني هي كده كده السماعات بتكون بره حوالين ودانك ما هياش جوه ودنك، فطبيعي ان ممكن الناس اللي حواليك تسمع شويه، لكن دلوقتي السماعات موجهه اكتر ناحيه ودنك، فموضوع الساوند ليكج او ان الصوت يكون مسرب للناس اللي حواليك قل بشكل كبير قوي. فدلوقتي هشغل تراك موسيقى واعلي على الاخر وقول لي برضو انت سامع ايه. يعني دلوقتي مشغل حاجه هعلي الصوت، دي اعلى حاجه كده دلوقتي. انا الصوت بالنسبه لي عالي في وداني بشكل كويس قوي، لكن بصراحه مش عارف الصوت واصل لغايه المايك عندك عامل ازاي، لكن هو الصوت عالي في وداني دلوقتي. وطبعا زي ما انت لاحظت انا كنت بعلي الصوت بان انا بزق كده بصباعي على الدراع اليمين او بزق لورا كده علشان اوطي الصوت، اقدر اشغل او اوقف التراك بتاع الموسيقى بمجرد لمسه واحده، او لو عايز ارد على المكالمه او اقفلها برده بنفس الطريقه. ولو مش عايز تستخدم ايدك في انك تتحكم خالص في النضاره، فتقدر تستخدم صوتك عن طريق الاوامر الصوتيه. فانت مثلا لو عايز تصور صوره هتقول هاي ميتا تيك ا فوتو، وكده الكاميرا هتكون صورت صوره دلوقتي وهي الصوره اللي انت شايفها دلوقتي. ممكن اقول لها تصور فيديو، ممكن اقول لها تكلم شخص معين، ممكن اسالها الساعه كام وترد يعني على شويه اسئله كده عامه. والموضوع بصراحه سهل وعملي، وجربته في كذا موقف كده بره في الشارع الدنيا دوشه او انا طبعا هنا الدنيا هاديه، وكان شغال على طول كويس جدا. النضاره دي شغاله بمعالج من سناب دراجون اسمه AR2 Gen 1، ده المفروض برضو ان هو قوي جدا بالمقارنه بالجيل اللي فات. والذاكره الداخليه اللي في النضاره دي علشان تحتفظ بالصور والفيديوهات لغايه ما تتنقل على الموبايل زادت 8 اضعاف برضو، من 4 جيجا ل 32 جيجا، فتقدر تصور براحتك حتى لو الموبايل مش معاك، وتبقى عارف ان الحاجات متخزنه على النضاره لغايه ما تتنقل على الموبايل. تعال نتكلم شويه بقى عن الكاميرات علشان دي حاجه من الحاجات اللي اتطورت جدا في الجيل ده بالمقارنه بالجيل اللي فات. كاميرا هنا عندك 12 ميجا بكسل بدل 5 ميجا بكسل اللي كانت موجوده في الجيل اللي فات، اللي كانت بتطلع صور وفيديوهات يعني لا تستخدم قوي، يعني كانت مجرد بتصور اللحظه كده وخلاص. لكن المره دي الصور تستخدم بشكل كويس قوي. مبدئيا الكاميرا دي بتصور الصور والفيديوهات بالطول بدل المربع اللي كان في الجيل اللي فات لسبب غير مفهوم، جايز علشان تكروب براحتك بقى بالطول او بالعرض، بس هي اصلا كانت ريزولوشن تعبانه، فمع الكروبنج كانت بتبقى تعبانه زياده. لكن انا شايف ان اللي بالطول فكره عمليه اكتر، لان غالبا اللي انت هتصوره ده هتنزله بقى ستوري او تبعته على السوشيال ميديا او حاجه، فدايما الشكل اللي بالطول ده بيكون مناسب اكتر للمواقف دي. فزي ما قلت لك علشان تصور صوره يا اما تقول لميتا تيك ا فوتو او تدوس دوسه واحده كده على الزرار ده
وبكده تبقى خدت صوره. او لو خليتك دايس دوسه طويله هتبتدي تصور فيديو، وزي ما انت شايف في لمبه هنا بقى دلوقتي بتبتدي تتوهج كده تنور وتطفي، عشان يعني تبقى باينه اكتر شويه للناس اللي بتتصور ويبقوا فاهمين ان انت المفروض بتصور يعني. على عكس الموديل اللي فات كده كان بيبقى منور لمبه صغيره وتفضل منوره وخلاص، لكن التوهج اللي بيحصل ده المفروض ان هو يكون ملفت للنظر اكتر لو انت بتصور حد هو ما يعرفش. طول الفيديو ممكن تتحكم فيه من الابلكيشن ما بين 15 و30 و60 ثانيه، دي اقصى حاجه للفيديو، بعد كده هيقف لوحده. بس زي ما انت شفت الفيديو اللي انا لسه مصوره دلوقتي ده يعتبر الجوده بتاعته كويسه، وقدامك دلوقتي مجموعه من الصور والفيديوهات اللي انا صورتها برده بالنضاره دي في مواقف مختلفه بقى واضاءات مختلفه، وانا شايف بصراحه الموضوع لطيف جدا. فتعالى نتفرج كده شويه مع بعض. دي تجربه الفيديو وانا ماشي في الشارع والدنيا دوشه شويه، وزي ما انت سامع دلوقتي دي المايكات اللي في النضاره نفسها، لقطه صوتي اهي، والصوره في النهار والسما زرقاء. قول لي ايه رايك كده في الصوره والصوت وتثبيت الصوره والكلام ده كله. انا بتهيألي المايكات يعني جودتها اتحسنت جدا عن الجيل اللي فات، وزي ما انت سامع الدنيا دوشه جدا حواليا، بس انت ما زلت سامع كويس. وطبعا تجربه السواقه وانت لابس النضاره دي عمليه جدا بصراحه، ايديك الاتنين على الدركسيون، مش محتاج تبقى ماسك الموبايل بقى بتصور ولا اي حاجه، يعني لو في حاجه تتصور وانت سايق. لكن زي ما انت شايف انت بالظبط كده شايف اللي انا شايفه وانا سايق، والموضوع برضو لطيف جدا، ما بيشتتكش عن السواقه، وامان اكتر من وجهه نظري. فانا الحقيقه في رايي ان دي تعتبر واحده من افضل الكاميرات البي او في او البوينت اوف فيو، لو انت عايز تبقى بتصور الحاجه اللي انت شايفها بعينك. يعني مش هتلاقي حاجه احسن من كده قوي، بحيث ان انت مش لازم تكون ماسك الموبايل بتصور وعايز تلتقط اللحظه وتقول لابنك بقى ولا اخوك الصغير بص يا حبيبي واضحك وبتاع. لا، انت بتصور عادي وايديك الاتنين فاضيين وبتتعامل بشكل طبيعي جدا، وبتاخد جوده عاليه جدا من الصور والفيديوهات دلوقتي مع الموديل ده. اضافه كمان جديده اتضافت على الموديل ده، هو ان انت تقدر تعمل لايف ستريم مباشره من النضاره على انستجرام. وانا جربت الموضوع ده كده في لايف ستريم برايفت، اللي هو بيبقى براكتس لنفسي كده او تمرين من غير ما يطلع للناس، وبصراحه كان شغال لطيف جدا. وانا شايف ان دي حاجه حلوه برده ممكن تعملها لو انت عايز تبقى بتوري حد قدامك حاجه مثلا في لايف على انستجرام كده، او لو انت في ايفنت معين او عايز تصور حاجه يعني وتكون مش مشغول بمسكه الموبايل، انت طالع لايف على انستجرام وانت متعايش عادي جدا في الموقف اللي انت فيه من غير ما تكون برده ماسك الموبايل وبتصور كده. وقبل ما نخش في عيوب النضاره تعال اخدك لفه سريعه كده في الابلكيشن. هتفتح ابلكيشن ميتا فيو اللي انت شايفه هنا ده، وخلي بالك ده مش موجود على كل الستورز بتاعه الاب ستور في ايفون، لكن مثلا الستور الامريكاني موجود عليه عادي، فتاكد ان انت مغير الستورز لواحد يكون موجود عليه التطبيق. واول ما هتفتح التطبيق هتلاقي بيقولك شويه افكار كده للتصوير وبتاع. بعد كده لو دخلت على الصور اللي هنا هيبتدي يجيب لك الحاجات اللي متصوره بالنضاره، وتقدر تعمل امبورت من الزرار اللي فوق ده عشان تبتدي تنزل الصور اللي على النضاره اللي لسه ما نزلتش على الموبايل لغايه دلوقتي. هيطلع لك رساله كده وهتقول له جوين، وهيبتدي اوتوماتيك ان هو ينزل الحاجات كلها من على النضاره للموبايل بتاعه. والحقيقه الابلكيشن فيه حاجات كتير قوي لطيفه جدا للتعامل مع النضاره. طب ايه عيوب بقى النضاره دي؟ الحقيقه برضو يبقى عيب اساسي في النضاره هو موضوع الخصوصيه كده. يعني دلوقتي مثلا اغلب الناس متعوده ان ماشيه بالموبايلات تصور في الشارع وبتاع، ما بتحتاجش تستاذن حد وكده. لكن هل وانت لابس نضاره زي كده وبتصور بيها محتاج انك تكون معرف اللي قدامك انك بتصور؟ مش عارف بصراحه. لو انت في مول ودخلت حمام المول مثلا وانت لابس النضاره، هل حاجه مريبه شويه ان حد يكتشف ان اللي جنبه في الحمام ده لابس نضاره بكاميرات يعني وقد يكون بيصوروا؟ هيبقى دايما الموضوع ده كده شائك شويه، واحب اعرف رايك في القصه دي برضو، فاكتب لي رايك في الكومنتات. عيب تاني كوميدي شويه هو ان وانا بعمل مكالمات وانا لابس النضاره دي، انا مش حاطط سماعات في وداني ولا اي حاجه، فانا اي حد بيشوفني في الشارع وانا بتكلم لابس النضاره بيفتكر ان انا بكلم نفسي تماما، يعني اللي هو ايه ده بيكلم نفسه ومفيش سماعات وبتاع. فدي حاجه غريبه شويه، والناس محتاجه تعرف انك ممكن تتكلم بالنضاره عادي. عيب تاني صغير برضو خدت بالي منه هو ان الكاميرا في ناحيه واحده بس مش في الناحيتين، فاي حاجه انت بتصورها ما بتكونش متسنطره كده زي عينك بالظبط، هتلاقيها متشفته شويه كده على جنب، فهتحتاج انك تتعود بس يا اما تصور حاجه يعني والوايد انجل يكون محتوي القصه دي، او لو حاجه من قريب شويه تكون عارف انت عايز تصور ايه بالظبط وتحركها على جنب شويه عشان تيجي قدام العدسه. اخر عيب النضاره دي ما تعتبرش رخيصه قوي، وده ينقلنا لسعر النضاره اللي بيبتدي من اول $300 للموديل العادي جدا. بعد كده لو عايز عدسات بولارايزد مثلا زي دي بتزيد $30 مثلا، لو عايز عدسات بتتغير اللون بتاعها من فاتح لغامق بتزيد اكتر، وهكذا. اسيب لك اللينك بتاعها برضو في وصف الفيديو.
وبس كده. دي كانت كل حاجه حبيت ان انا ارغي معاك فيها شويه عن الميتا سمارت جلاسز الجديده، اللي من وجهه نظري تعتبر اختراع مبهر جدا متطور جدا دلوقتي، بيقرب ما بين الحاجه اللي شكلها عادي قوي والحاجه اللي فيها تكنولوجيا فظيعه جدا. اتوقع ان قدام شويه هيقربوا بقى قصه الفي ار والاي ار والحاجات زي الكويست 3 والحاجات النظارات بتاعه الواقع الافتراضي بتاعتهم اللي هنتكلم عنها قريب كمان بالمناسبه، للشكل التقليدي، ويقربوا من الشكل التقليدي للتكنولوجيا الرهيبه اللي هناك. فاحنا يعني داخلين على ايام فيها تكنولوجيا مبهره جدا. لو عجبك الفيديو ده تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك لفيديوهات قصيره لطيفه كده وستوريز يوميه. ولو عندك سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي كلها في الكومنتس تحت وانا هقرا الكومنتات كلها، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.